ليلة التتويج وليلة رفع كأس الدوري الإسباني برشلونة بيتعرض لخسارة. ليه؟ برشلونة اللي بيعمله قدام بيخسروا ورا. انت بتحرز هدف 2 لكن المنظومة الدفاعية عند فليك ضايعة تايهة. ليس هذا دفاع برشلونة اللي عايز ياخد دوري الأبطال. مستحيل. حارس مرمى صفري، دفاع صفري، مستحيل تاخد دوري الأبطال، لأن أي فريق بطل لازم يكون عنده حارس بطل وعنده دفاع بطل. برشلونة للأسف رجع في المباراة 2-1، لكن فياريال عمل ريمونتاد على برشلونة واستطاع الفوز بسبب هذا الدفاع الضعيف اللي تسبب أيضا في خروج برشلونة من دوري الأبطال. فلازم فليك يشتغل السنين القادمة أو السنة القادمة على تدعيم خط الدفاع أولى وراس حربة ولعيب في نص الملعب عشان خاطر يقدر يعود مرة أخرى وينافس على دوري الأبطال بقوة والتتويج. لو برشلونة ما دعمش خط الدفاع برشلونة مش هياخد دوري الأبطال قولا واحدا، لأن شفنا كوارث دفاعية. وأظن إن تشيزني أو تير شتيجن آخر موسم ليه وانتهى علاقته ببرشلونة، لأنه حارس لا يصلح لبرشلونة بسبب طبعا كثرة إصاباته، وعلى المستوى الفني هو ضعيف جدا ولا يليق بفريق زي برشلونة. لكن البارسا رغم الهزيمة يتوج على حساب الغريم التقليدي ريال مدريد، رغم الهزيمة من فياريال ب3 أهداف مقابل هدفين. لكن برشلونة يستحق اللقب بسبب ما قدمه طوال الموسم. موسم رائع لبرشلونة، دوري وكاس وسوبر، ثلاثية تاريخية.